نشر السعودي قعيد المجد صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة عبر مختلف منصات السوشيال ميديا مقطع فيديو عبر حسابه على سناب شات أظهر غضب نجم النصر كريستيانو رونالدو منه. وغضب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من تطفل التيك توكر السعودي قعيد المجد خلال انتظاره على عربة الجولف برفقة أشخاص سعوديين آخرين، حيث قام بسؤاله عن حاله. وأثار قعيد المجد غضب لاعب نادي النصر السعودي بعدما قام بتصويره، فيما أبدى الأول علامات الغضب وعدم الارتياح، حيث قام رونالدو بالتشويح بيده مطالبا التيك توكر مغادرة المكان كنوع من التعبير عن غضبه، فيما أبدى بعض المغردون استياءهم مما فعله قعيد المجد مع رونالدو، مؤكدين بأنه يستحق رد فعل نجم الكرة. خلال مقطع الفيديو الذي نشره قعيد المجد ألقى التحية على رونالدو قائلا: رونالدو كيف حالك؟ جود. لكن النجم البرتغالي أبدى غضبه وطلب منه الرحيل فورا. وعلق المشهور السعودي فيما بعد مؤكدا تفهمه رد فعل رونالدو بقوله: الرجل لاعب كبير ومشهور تحصل له الكثير من المضايقات من الجمهور، المهم اني التقطت له صورة ليست لي بل لإخوتي. من ناحية أخرى تصدر التيك توكر قعيد المجد الترند عبر تويتر بعدما استعرض سيارته التي يوجد منها نسخة وحيدة في العالم بقيمة 18,900,000 ريال سعودي. ويستعد كريستيانو رونالدو حاليا لمواجهة الطائي في الجولة 27 من دوري روشن السعودي، ويهدف الفريق للفوز ويأمل في هدية من الهلال بإسقاط الاتحاد في الكلاسيكو الذي سيقام في نفس التوقيت، وذلك ليقلص الفارق في الصدارة إلى نقطتين ويحيي آماله في المنافسة على اللقب. الأشهر الأولى للنجم البرتغالي مع النصر لم تكن إيجابية وسعيدة كثيرا، حيث خسر كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وتقلصت فرصه في الفوز بدوري روشن، هذا بخلاف محاولات المنافسين استفزازه بالهتاف لخصمه التاريخي ليونيل ميسي في مختلف ملاعب المملكة.